تخيل تصحى الصبح وحاسس إن في حاجة مش مضبوطة، تمد إيدك على الموبايل مش لاقيه، تشوف اللابتوب اختفى، التلفزيون مش موجود، مفيش حرامي ولا حاجة، بس كل الأجهزة الإلكترونية على الكوكب اختفت في ليلة واحدة، من غير تحذير، من غير تفسير، كله اختفى. ازاي هتكلم أهلك؟ ازاي هتشتغل؟ ازاي هتعرف أصلا اللي بيحصل برا بيتك؟ الموضوع مش خيال علمي ولا حاجة، لأن في وقت من الأوقات البشر كانوا عايشين كده أصلا. السؤال بقى، ايه اللي هيحصل لو الموبايلات والكمبيوترات فجأة اختفت عن العالم؟ العالم هيبقى شكله عامل ازاي؟ لو رجعنا بالزمن لورا، أجدادنا عاشوا من غير شاشات، تواصلوا بالجوابات، بعدها ظهر التليفون الأرضي، وبدل البنوك كان في كاش، والمشتريات كانت من وش لوش. حياة مشيت، ناس اتجوزت وخلفت، بنت شغلها من غير ما تفتح نوتيفيكيشن واحدة. بس دلوقتي حياتنا كلها مبنية على الشاشة، احنا مش بس بنستخدم الأجهزة، احنا عايشين جواها. فلو اختفت فجأة، الآلات هترجع تجري تزور بعضها تاني بدل المكالمات، البنوك هتتجمد، مفيش ATM هيشتغل ولا حتى أونلاين، المطارات هتقف مش عشان الطيارات مش بتطير، لأ، عشان الجدولة والتذاكر والسيستم كله واقع. المستشفيات هتبقى في كارثة، لأن ملفات المرضى هتختفي. أما الناس العادية فأكيد هتتوتر، لأن احنا متعودين نبص دايما على الشاشة كل شوية، من غيرها هنحس إن في حاجة ناقصة. بس هل كله هيخاف؟ بالعكس، في ناس هتبقى في وقت الانبساط، يعني شوية من غير سكرول، يومك من غير تيك توك، مفيش انستجرام عشان تقارن نفسك بغيرك. العيلة ترجع تقعد على السفرة تاني مع بعض، العيلة يلعبوا في الشارع بدل ما يلعبوا على تابلت. طيب هل ده دمار للحضارة ولا فرصة نرجع تاني للحقيقة؟ طبعا كل جيل وهيختلف التعامل في الحالة دي، يعني الناس الكبار هيرجعوا يكتبوا تاني أرقام في النوتة بتاعتهم، أما الميلينيالز وجين زي دول طبعا الإنترنت بالنسبة لهم والأجهزة زي الأكسجين. أما الأطفال اللي لسه مولودين بتابلت فده بالنسبة لهم أزمة هوية. من ناحية تانية بقى، ومن غير أجهزة موازين القوى تتغير تماما، الحكومات ممكن تفقد السيطرة، شركات كبيرة بتعتمد على الأجهزة دي هتختفي زي جوجل وآبل. اللي هيبقوا مهمين بقى في الوقت ده هو أي حد بيشتغل حرفة يدوية زي الصنايعية والمزارعين. وزي ما في سلبيات لكده في إيجابيات، يعني هتبدأ الإشاعات تقل، الثقة بالناس هتزيد تاني، وهتبتدي تاني تتكون مجتمعات أصغر وأقوى. التكنولوجيا خلت حياتنا أسرع وأسهل، بس برضه خلتنا مدمنين مشتتين وأضعف، مفيش هدوء، حتى رفاهية الملل مش متاحة. فلو الأجهزة اختفت أكيد ده على المدى القصير كارثة، لكن على المدى الطويل هيكون الحياة أبطأ، أقل كفاءة، بس يمكن نكون أكتر إنسانية وحضور في الحياة. لأن أحيانا بحس إن التكنولوجيا بتاخد روحنا في مقابل إنها تدينا راحة. السؤال بقى ليك، لو الأجهزة دي اختفت هتحس براحة ولا هتحس إن أنت في حاجة ناقصاك؟ وهل عندك مهارة بعيد عن التكنولوجيا تقدر تمارسها؟ في الآخر، الموضوع مش بس عن الموبايلات والكمبيوترات، الموضوع عن إحنا عايزين نكون إيه ونعيش إزاي بيهم أو من غيرهم. في النهاية متنسوش تعملوا شير لايك سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، وتابعنا لو انت بتشوفنا على السوشيال ميديا. سلام.